ويلا بينا نعمل صينية بطاطس مش هتاخد معاكي نص ساعة، بحبة الرز بالكل كله على بعضه نص ساعة هتكوني محضرة الغدا. انا جاية من مشوار تعبانة مليش مزاج اقف كتير في المطبخ. طلعت نص صدق وطلعت بطاطستين وقشرتهم، ويلا حبة رز كده بالشعرية واللهم بارك يعني قضينا الغدوة. يلا بسرعة كده صينية البطاطس دي هقولها لكم، مش هتاخد معاكي فعلا وقت خالص. يعني انا بصورها لكم وانا بحضر الغدا وانا جايه من مشوار. 3 4 بطاطسات حسب اللي انت عايزاه والكميه اللي انت عايزاها. قرنين فلفل وبصلايه كبيره كده وبتقطعيها، والطماطم يلا بتضربيها في الخلاط، وكله ني في ني، مش هتعملي اي حاجه. حطي ملحك وحطي الفلفل الاسود وحبه الزيت او حته السمنه زي ما انت عايزه. ما تنسيش ان الإدام هينزل من الصدق فهتبقى كمان دسمة. بس كده، فكيت او شطفت الصدق وقطعته كده زي ما انتوا شايفين، فكيته من بعضه ورصيته فوق الصينية وحطيته على البوتاجاز من فوق حوالي ربع ساعة. البطاطس ما بتاخدش سوا يا بنات خالص، مش هتاخد معاكي وقت. هتحطيها تغلي غلوتين 3 هتحسي انها استوت تمام قوي كده. هتحطيها بقى تزقيها في الفرن بالشكل ده. بقى الصدق منه اخد لون، والبطاطس كمان بقت جاهزة. وحبة الرز بقى في الوقت ده كنت حطهم اصلا على النار. ادي وجبتك، ما اخدتش نص ساعة في ايدك. صينية بطاطس بالصدق سهلة جدا وبسيطة جدا، وكلها ني في ني، ولا تقفي تسبكي ولا تقفي تحمري ولا اي حاجة خالص. طبعا آه، دي صينية حل الأزمات. أول ما تلاقي نفسك مش عارفة تعملي حاجة، بطاطستين على حتتين صدق ويلا وعلى حبة رز كده واخلصي، وبقت وجبة حلوة واللهم بارك. يعني أتمنى إن الفيديو يعجبكم، وما تنسونش في اللايك والشير.